السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد في مطبخ فاطمة الزهراء مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون فطيرة محشية بطريقة رائعة جدا. أنا أكيد غادي تعجبكم، سهلة جدا في التحضير ديالها. كنحصلوا على هذه الفطيرة اللي كتجي لذيذة كتشهي. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندوزو المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت وفرجة ممتعة كالعادة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو في المكونات ديال العجين. عندي 300 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 3 الكيسان من الكأس ديال العنبة. وغادي نضيف على الدقيق ملعقة صغيرة ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، وملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، الخميرة ديال الخبز. ممكن تستعملوا المعجونة تكون مملوءة جيدا. وعندي ملعقة صغيرة ديال السكر، وعندي 3 المعالق ديال زيت الزيتون باش نسمنا العجين وباش كتجينا طرية في نفس الوقت. وعندي 3 المعالق ديال الزبدة اللي ذوبتها بطبيعة الحال ما يعادل 30 ملي. وغادي نجمع العجين بالحليب دافئ. بالنسبة للحليب الاخواتي تقدروا تستبدلوه بالماء، ما كاين حتى شي مشكل، نفس النتيجة بغيتوها كتعطينا. فبالنسبة للكمية ديال الحليب، انا في الاول كنت وضعت 180 ملي من الحليب الدافئ، ولكن ما غاديش يكفاني في المجموع، احتاجيت 200 ملي من الحليب الدافئ ما يعادل كأس مملوء جيدا. صافي هذا هو القوام ديال العجين. كنحصلوا على هذه العجينه اللي هي رطبه ولينه وانها ما كتلتصقش لينا في يدينا. صافي دابا غادي نغطي العجينه ديالي ونتركها جانبا حتى ترتاح وتختمر وتضاعف الحجم ديالها، وندوزو نحضروا معكم الحشوه. فبالنسبه للحشوه اخواتي كتبقى اقتراح، ممكن تستعملوا اي حشوه بغيتو نتوما. خديت مقلاة وضعتها على نار متوسطه ووضعت فيها كميه من الزيت الزيتون اولا الزيت النباتيه. تقدروا تستعملوا اي زيت بغيتو، اما زيت الزيتون اولا الزيت النباتيه اللي متوفر عندكم. عندي بصله كبيره اللي قطعتها صغيره باش دغيا كتطيب لينا. مباشره غادي نضيف البصله وحده، وفلفله خضراء وحده، وفلفله حمراء. انا استعملتهم هما بجوج بيهم، تقدروا تستعملوا اللي متوفر عندكم. وعندي حبه كبيره من الجزر، يعني واحد الحبه ديال الجزر كبيره، اي الجعده اللي بشرتها وحكيتها وضفتها كذلك للحشوه ديالنا. بالنسبه اي مكون ما عجبكمش اخواتي تقدروا تستغناو عليه. غادي نحرك هاد المكونات مزيان ونخليها تشحر لينا شويه حتى تنزل البصله. عندي كميه اللي هي بسيطه اخواتي من الدجاج، اي نصف صدر الدجاج اللي خديته وقطعته على شكل مربعات صغارين غير باش نسمنا الحشوه ديالنا. تقدروا طبعا تستبدلوا صدر الدجاج باللحم مفروم، اي الكفته او الطون، فكيبقى لكم الاختيار، او لا تكتفيوا غير بالخضروات، فكيبقى لكم كامل الاختيار على حسب المتوفر عندكم في البيوت ديالكم. غادي نضيف 2 فصوص ديال الثوم محكوكه. وبالنسبه للتوابل غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الابزار اي الفلفل الاسود، وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخرقوم، وملعقه صغيره ديال الكمون، ونصف ملعقه صغيره ديال السكينجبير ممكن تستغناو عليه. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال التحميره اي الفابريكا. وفي الاخير غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الملح اللي ضروري وكتبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا غير نصف ملعقه. وعندي 2 معالق عامرين ديال المعدنوس اي البقدونس. وغادي نحرك هاد التوابل مزيان مع الحشوه ونخليو الحشوه ديالنا على نار متوسطه باش يطيبوا لنا الخضروات مزيان على خاطرها. وغادي نضيف 1 ملعقه ديال عصير الليمون اي الحامض باش يطري لنا هذاك صدر الدجاج وكيعطينا واحد المذاق زوين. بالنسبه للحشوه صافي كنخليها طيب حتى تنشف لينا من الماء تماما. من بعد ما كطيب لينا كنطفيو عليها النار ونخليوها حتى تبرد لنا تماما، وكتكون الحشوه ديالنا جاهزه. صافي دابا غادي نرجع للعجين من بعد ما كتكون اختمرت وتضاعف الحجم ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا هكا. عندي هنا البخار هكا مع الصهد ديال الكوزينه والطياب كيف ما كتلاحظوا في البلاستيكه، كنخرجوا منها الهواء وكنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق. وغادي نسرح العجينه ديالي باستعانه بالدقيق طبعا وبالدلاك اللي هو ضروري باش كيسهل علينا العمليه دغيا. وكنحاولوا نحافظوا على الشكل ديالها،
يعني شكل دائري بقدر المستطاع، ماشي ضروري تجي دائرية مقادة. وغادي نوريكم السمك ديال العجينة كيف ما خصها تكون. بالنسبة للعجينة اخواتي، بغيتو فطيرة اللي هي كبيرة على فطيرة اللي حصلت عليها، فما عليكم غير تضاعفوا المقادير ديال العجين. طبعا زيدوا في المقادير ديال العجين، وهاد الفطيرة كتكتفي 4 أشخاص حتى ل5 أشخاص. كتجي هي هذيك وما كتشبعوش منها اخواتي، كتجي لذيذة بزاف وما فيهاش مجهود كبير، دغيا كتوجد معانا. صافي من بعد ما سرحت العجين غادي نبدا نقطع العجين. كنظن السمك ديال العجين راه واضح في الصورة. غادي نقطع العجين بطريقة اللي كتوضح لكم الصورة بشي سكين اولا بأداة ديال اللي كنقطعوا بها البيتزا. فغادي نحصلوا على 16 قطعة اولا 16 مثلث كيف ما غادي تلاحظوا معايا. كنقسموا العجين على 2 ومن بعد على 4، وكنقطع كل جزء مقابل مع الجزء الاخر حتى كنحصلوا على 16 قطعه بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ هاد المثلثات وهاد العجينه وغادي نوضعهم بحال هكا فوق بعضياتهم، يعني عشوائي ما كيلتصقوش مع بعضياتهم لان فيهم الدقيق. باش نبداو في التشكيل ديال الفطيره ديالنا، نتوما غادي تلاحظوا معايا الطريقه ديالها رائعه جدا وسهله جدا في التحضير ديالها. دابا غادي نضيف ليها هنا الكميه من الجبن المبشور اللي كيبقى اختياري. انا استعملت الجبن الاحمر غير باش يعطينا هذيك التعليكه من داخل. وصافي من المستحسن اخواتي تضيفوا ليها الجبن حتى تبرد الحشوه مزيان، باش هكا كيعطينا تعليكه احسن ملي كنضيفوه للحشوه وهي ساخنه. اخواتي جبت مقلاة او صفيحه ديال الفرن اللي غادي نطيبوا فيها. انا سبق لي فرشت لها ورق الطبخ. انا كنت بديت نشكلها وما كانش كتصور لي الفيديو، وعاودت لكم هذا المقطع. داكشي علاش ورق الطبخ كيبان لكم بحال اللي مصور فيه. الا ما توفرتوش على ورق الطبخ فقط رشوا الصفيحه ديال الفرن ديالكم اولا المقلاة والقليل من الدقيق بحال اللي استعملت. رشه خفيفه من الدقيق، خديت واحد الزلافه او طبسيل او اي حاجه عندكم دائريه صغيره كتحطوها في الوسط ديال المقلاة باش كتسهل علينا العمليه. تبعوه على الدائره اللي كتكون في الوسط، وكنبدا ناخذ هاد المثلثات ديالي كيف ما كتوضح لكم الصوره اخواتي. كنوضع قطعه ديال العجين اولا مثلث ديال العجين، كل مثلث فوق بعضه. كنوضع فوق المثلث الاول المثلث في النصف ديالو، كنوضع المثلث الاخر. كنتمنى الشرح يكون واضح اخواتي. الصوره كتوضح راسها براسها بلا ما نكثر عليكم الهضره بزاف. يعني المثلثات ديال العجين كنوضع في النصف ديال المثلث اخر باش كيقدوني هاد 16 قطعه كامله في هاد المقلاة. يعني كديروهم كاملين ما كتشيط لكم حتى قطعه ديال العجين. كميه كيف ما شاهدتوا معايا. من بعد ما ساليت الدائره كامله غادي نجيبوا الحشوه اللي عندي بردات مزيان. ضروري اخواتي الحشوه تكون بارده تماما، على الاقل تكون دافيه باش ما تقطعش لكم العجين. صافي دابا غادي نجيب الحشوه ديالي، وانا باقا ما حيدت هاد الزلافه اللي عندي في الوسط، وكنوضع الحشوه هكا في الجوانب ديال الزلافه كيف ما كتوضح لكم الصوره. صافي غادي نوضع الحشوه ديالي كامله اخواتي بحال هكا، وغادي نبدا نشكل هاد الفطيره. هانتوما غادي تشوفوا معايا التشكيل ديالها، ولا اسهل ولا اسرع منه ما كاين. يعني رائع جدا في الحطه ديالها، شي حاجه اللي هي مغايره للعجينه كتجي كتذوب في الفم حتى الحشوه كتجي لذيذه. ولكن بالنسبه للحشوه اخواتي انا سبق لي تقاسمتها معكم عده مرات، الحشوه كتبقى اختياريه. صافي هنا من بعد ما درت الحشوه ديالي كامله غادي نحيد هاد الزلافه. كتحيدوها بسهوله دغيا كنحيدها. دابا غادي نبدا ناخذ المثلثات ديالي وندير بحال هكا، كندخلهم من الاسفل ديال الفطيره يعني من تحت ديال العجين. وغادي نقرب لكم الصوره اكثر باش تشوفوا باش تفهموا اكثر وتشوفوا الطريقه اكثر. كنظن الصوره واضحه. كندخلها في اسفل ديال الفطيره باش ما كتفتحش لينا فاش كتكون كطيب لينا هاد الفطيره. غير بالاصبع ديالي كندخلها بالاسفل ديالها. صافي كيكون هذا هو الشكل ديال الفطيره. من بعد ما كنقاد لها الشكل الدائري ديالها مزيان غادي نجيب صفر بيضه ونحركه مزيان. من بعد ما كنضيف له قطرات من الخل وندهن الفطيره ديالي مزيان هكا باش كتعطينا اللون الذهبي والزوين بزاف. غادي نزينها بالقليل من الزنجلان الابيض كاضافه فقط. ممكن تخليوها غير هكا بدون زنجلان، غير انا
حبيت نزيد عليها اضافه اكثر في الوجه ديالها. وايضا غادي نرش من الفوق الزنجلان حبه السوداء اي السانوج، كيعطي واحد المنظر جميل جدا في هذه الفطيره هذه. في هذه الاثناء هذه اخواتي عندي الفران كيسخن من قبل، كندخلها للفرن طيب من تحت، عاد كنحمر ليها الوجه ديالها من فوق. بالنسبه للفرن الكهربائي كنسخنوه على درجه الحراره 170 درجه، وكنشعلوا عليها من تحت ومن فوق، وكنهبطوا الصفيحه لتحت. ومني كنشوفوا الفطيره ديالنا تحمرات كنخرجوها من الفرن. راها ما كتاخذش لينا الوقت بزاف في الطياب ديالها. هانتوما شاهدوا معايا من بعد ما خرجات من الفرن كتجي رائعه ورطبه بزاف وهشيشه وكتذوب في الفم. ضروري غادي نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا ها كيفاش جات من داخل. كل واحد كياخذ القطعه ديالو. انا رافقتها بالمايونيز، تقدروا ترافقوها باي صلصه بغيتو مع الكيتشوب وصافي. غادي نقدمها على هذا الشكل هذا. كنتمنى يا ربي الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم والفطيره ديال اليوم تعجبكم بزاف. غادي نوريكم الشكل ديالها من الاسفل كيفاش كتجي طايبه مزيان. شاهدوا معايا حتى من داخل ديالها كيفاش كتجي رائعه جدا ولذيذه بزاف في المذاق ديالها. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. اذا عجبكم اخواتي ما تنساوش ديروا لايك والتعاليق زوينه والمحفزه كيف العاده. وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو، ونتلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.